بان هلال الكريم في السما من بعيد، وسعد السعود في منازل البروج طالع من فوق السطوح التكبير والزغاريد، وصوت التهليل على كل قبة وكل جامع. هذا شهر الغفران، كل من صام وسعيد، الملايكة فيه بالسكينة نازلة وتتابع، الناس تبارك قدومه وفي الخير تزيد، والروح تتزين بالجلالة والنور الساطع، وكل صايم يرتل كلام الحق بالتجويد، يقيم الليل داعي مولاه بالقلب الخاشع. يا ربي واغفر ذنب كل عاصي وعنيد، وارحم من جاك دليل في التوبة طامع، واعتق من نار كل من شهد بالتوحيد، بجاه محمد خير مرسول وخير شافع. اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا أحلى وأغلى متابعين، عواشركم مبروكة ورمضان كريم. اليوم إن شاء الله غنقدم معكم واحد البريوات اللي كيجيو أكثر من رائعين، بريوات باللوز بواحد التعليكة خطيرة جدا، كتعطينا واحد التعليكة لهاد البريوات رائعة. مهم نبداو على بركة الله نيشان في المقادير. في واحد الكاسرول غادي نوضع 2 ديال معالق كبار ديال السكر سنيده او سكر حبيبات. ايضا غادي نضيف واحد 2 معالق ديال الزبده تكون من النوع الجيد، وايضا غادي نضيف هنايا 2 معالق كبار من العسل الطبيعي، يعني عسل النحل، يكون عسل طبيعي من الافضل، لان هذاك العسل غيعطينا واحد النكهه لهاد البريوات زوينين. وواحد القبيصه ديال الملح، وغنردوها فوق النار ونخليوها غير تطلع فيها الغليه كما كتشوفوا بحال هكا، وصافي ونحيدوها من فوق النار، يعني ما نخليوش يتحرق، غير يطلع فيه الغليه فقط، ينسجم والسكر الحبيبات يذوب. من بعد نوضعها في الثلاجه تبرد. بالنسبه للوز كنشدوه كنديروه في الماء غليان، من بعد كنقشروه، يعني كنفسخوه كنحيدوا له القشر ديالو، كنبيتوه فوق واحد المنديل حتى كينشف مزيان، عاد كنستعملوه. من بعد نطحنوه طحنه الاولى مزيان بلا سكر، والمره الثانيه عاد كنضيفوا سكر حبيبات. بالنسبه لي انا القاعده الاساسيه كتكون يعني الكميه ديال اللوز نصف ديالها كميه السكر. انا ما كثرتش هنا السكر، يعني بالنسبه نص كيلو درت فيه 80 غرام، كيلو غيكون فيه 180 غرام. من بعد هنا ضفت شويه ديال المسكه حره مدقوقه، يعني مع شويه ديال سكر حبيبات، وجوج ديال الاكياس يعني ديال السكر منسم بزهره البرتقال، وصافي كنخلط هاد العناصر كامله مزيان، وكنعاودو نطحنوها حتى كيولي يتماسك لينا اللوز بهاد الطريقه هذه. يعني ملي كنديروه بين يدينا كيتشكل لينا صافي، هنا كتكون داك السكر يعني حبيبات يعني تطحن. بالنسبه للناس يعني اللي يبغيو يستعملوا الكاوكاو او الفول السوداني، فيتبعوا نفس الطريقه، غير يضيفوا شويه ديال روح اللوز المر، وايضا روح الزهر، باش هكا كيهرسوا داك الجهد ديال يعني الفول السوداني. هنا بديت كنضيف الزهر لهاد العقده ديالي اللوز، وانا كنعرك. مهم على حسب، دائما تيبقى على حسب النوع، يعني اللوز واش ناشف ولا ميدم. صافي كنبداو نخدموه بشويه بشويه، ما نحاولوش نكثروا الزهر. المهم العقده اللي كيرطبها هي العريك، يعني اليد خصها الكف باش هكا كترطب. هنا كنضيفوا ديك التعليكه ديالنا، هذيك الشيء علاش انا ما ضفتش السكر في الاول، كتعطينا واحد القوام اللي هو غزال لهاد البريوات، وواحد النكهه رائعه بهذاك العسل الطبيعي. صافي وتنبداو نعركو. هنا غادي نضيف واحد المعلقه ديال الزبده ديال يعني من النوع الجيد، كنضيفها يعني كتكون عيب حراره المطبخ، ما ندوبوهاش. صافي وكنبقى نخدم هاد العقده ديالي، انا غنحطها في البلون دو طرافاي، وغنبدا نعركها مزيان مزيان حتى صافي حتى ترطب، يعني نعطيها الكف مزيان حتى تولي لينا واحد العقده اللي هي متماسكه. مره كنضيفوا رشيشه ديال الزهر وكنبداو نخدموها، كتولي واحد العقده حريريه ومعلكه غزاله هاد الطريقه هذه.
كتجي رائعه. صافي هنا غادي نغلفها بواحد الفيلم اليمونتير ونخليها نخليها اللي عندكم الوقت كاع بيتوها. كل ما باتت يعني اولا كل ما يعني بقات كترتاح يعني داك اللوز تيشرب مع بعضياتو، داك السكر تيذوب. صافي هنا كنشدو العقده ديالنا وكنبقاو يعني نديروها كويرات ونحطوها. بالنسبه للكويرات كيبقاو على حسب الرغبه وعلى حسب كل سيده وشنو كتفضل. انا صراحه كنفضلهم يعني يكونوا يعني موين، يعني ما هما صغار ما هما كبار. كناخذوا ورقه تكون يعني من النوع الجيد، حيت البريوات كيبغيو لا فينيسيون ماشي بحال المالح يعني واخا يكون هذا الورقه شويه بارده ولا سميتو يعني كتحمل يعني يعني ما كيبانش العيب. اما البريوات كيبغيو يعني الورقه تكون جديده، يعني الانسان حتى يوجد الحشوه وكل شيء عاد يمشي يجيب الورقه. صافي هنا كنحيدو ديك الحواف اللي كتكون يعني ناشفه وكنقطعوها الى شرائط متساويه على حسب الحجم اللي بغينا. صافي كنقطعوهم بحال هكا وكندوبوا الزبده يعني تكون من نوع جيد، كندوبوها على شكل نوازيت. ومن بعد كناخذوا ديك الشرائط وكنبقاو ندهنوهم لان الورقه انا جاتني شويه ناشفه، كنبقاو ندهنوهم. هنا كتشوفوا البريوه كي كتجي ما شاء الله، لاننا كنعمروا الجناب ما نخليوش الجناب يعني فارغين، لان غيدخل الزيت ملي نكونوا كنقليوها غيدخل الزيت للجناب وغتحرق لينا العقده من الداخل. دائما كنعمروا الحواف ديال البريوه. بالنسبه للبنيتات المبتدئات اللي بغاو يعرفوا الطريقه ديال الطي ديال البريوات، راه عندي فيديو يعني في القناه كنت حطيته العام اللي فات ديال البريوات، راه ممكن يرجعوا ليه. يعني راه فصلت فيه مزيان في الطريقه ديال الطي بالنسبه للمبتدئات. اما تبارك الله المغربيات راه كلشي ما شاء الله، يعني الحادقات راه كلشي تبارك الله كيعرف يلوي البريوه. صافي هنا كنديروا واحد شويه ديال الطحين مخفف بشويه د الماء وكنسدو ديك الجناب باش يعني من نكونوا كنقليوها ما تحلش لينا في المقله. هنا من بعد ملي كنساليو كندهنوها بزبيده وكنخليوها كتشمع فوق سطح العمل. هنا كما كتشوفوا العسيله، هاد العسيله راه ناجحه ما شاء الله، كتجي اكثر من رائعه. كل عام عندي نفس الوصفه، يعني من شحال هادي وانا نفس الوصفه اللي كنستعمل. راه الوصفه عندي في القناه، اللي بغاتها ومهتمه ترجع ليها. كيجي واحد العسل اللي هو رائع وكيجي ثقيل ما شاء الله. بالنسبه للبريوات كيبغيو يعني العسيله تكون ثقيله، ومن بعد راه ملي كنحطوا فيه القليه الاولى ديال البريوات راه تيبدا يسخن، يعني بدا فعل الحراره اللي كتكون في البريوات. الزيت هنا كيكون سخون، كنوضعوا البريوات وما كنحاولوش نمسو فيهم في الاول حتى كيشدوا راسهم. من بعد كناخذوا واحد العود ديال الشواء ولا هذا يعني كنبداو نحركوهم غير من الجوانب. صافي من بعد كل قليه كنديروها كنوضعوها في العسل كتشرب. ملي كنبغيو نديروا القليه الاخرى عاد كنحيدوا القليه ديال البريوات من يعني من العسل، وما كنديروش نفس يعني الكميه كامله ديال العسل في الاول، يعني كنديروا نصف الكميه ومن بعد كنبقاو نزيدوا العسل بارده على هذيك البريوات باش هكا كيبقى دائما العسل لاصق لينا في البريوه. هاد العسل راه ناجح البنات، تيبقى لاصق في المعسلات كاملين ديالنا. جربوا الوصفه راه غزاله وناجحه. صافي كنستمر على هاد الشكل يعني حتى كنكمل الكميه ديال البريوات ديالي كامله. كما كتشوفوا كيكون اللوين مذهب، ما كنحرقوهمش، يعني كنطيبوهم على نار يعني مزيانه يعني متوسطه، وكتكون هذه هي النتيجه النهائيه. بريوات ولا اروع. وصحه فطوركم ورمضان كريم، الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال والدعاء والصيام والقيام، ويجعلنا يا رب جميعا من عتقائه من النار. عواشركم بروكا، الى فيديو جديد ونهار جديد ان شاء الله. مع السلامه.